السوق طلع شوية ووقفت تتفرج وفجأة السوق قلب عليك، خسرت فلوسك؟ ما تقلقش، انت مش لوحدك. معظم اللي بيخشوا السوق لأول مرة بيعملوا نفس الغلطة لأنهم بيستهونوا بحاجة اسمها إدارة المخاطر. القاعدة الأولى: ما تغامرش بأكتر من 1 ل 2% من رصيدك في الصفقة الواحدة، وإلا انت كده بتلعب قمار مش بتتداول. القاعدة التانية: وقف الخسارة مش رفاهية، ده حزام الأمان. تخيل تسوق عربية من غير فرامل، أكيد كارثة صح؟ وقف الخسارة هي الفرامل بتاعتك. القاعدة الثالثة: النسبة بين المخاطرة والمكسب هي اللي بتفرق بين المحترف والمبتدئ. قبل ما تضغط باي اسأل نفسك: هل الصفقة دي تستاهل المخاطرة؟ القاعدة الرابعة: مفيش مكسب دايم ولا خسارة دايما. التداول مش مغامرة، لو فهمت إدارة المخاطر السوق هيبقى صاحبك مش عدوك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وخلي كل المتداولين يعرفوا ازاي يحافظوا على فلوسهم.